أهلا وسهلا بجميع المتابعين الكرام في كل أنحاء المغرب من طنجة حتى الكويرة، وما ننساش جيراننا الأعزاء أحبابنا وإخواننا الجزائريين، وتحية كبيرة خاصة للجالية المغربية اللي في الغربة وخاصة في دول أوروبا. مرحبا بكم في بلادكم، في ديوركم، في ترابكم. مغرب كيبقى ديما كيحن ليكم. اليوم كنشكركم من القلب على دعمكم المتواصل وعلى تعليقاتكم وكلماتكم اللي كتعطينا الطاقة باش نبقاو معكم ديما. اليوم خرجت لينا التابعة من جديد، وهاد المرة ماشي بشي همة ولا محتوى يحمر الوجه. خرجت لينا كيف العادة من جديد بحبة في الجبهة، وقالت لينا بكل ثقة بالنفس راها العين اللي خرجت فيها. تبارك الله، قال لك التابعة خرجت فيها العين، ولكن واش شفنا شي حاجة من عندها تستاهل العين فعلا؟ شنو كتعرض علينا هاد السيدة في المحتوى ديالها؟ شنو كتورينا باش نقولوا ما شاء الله عليها؟ هادي خصها تصاب العين. دابا التابعة كل مرة كتحل الكاميرا كتورينا شنو؟ كتدور في الطوموبيل، تهضر على والو، تبكي، تشكي، تتنهد، وفين ما تصاب شي حاجة رديها للحسد والعين. فين هي الرفاهية؟ فين هو النجاح؟ فين هو التميز باش يضرب فيها المثل ويقولوا الناس هادي غادي يعينوها؟ كتصور شي طبلة فيها شوية السردين مقلي والزعلوقة، ولا كدير فيديو كتقول فيه راني مظلومة، أو كتجي تصور راسها مريضة مكرفصة دايرة حالة في راسها وكتبكي، وفي نفس الوقت كتبكي من العين. الله يعطينا وشك. الناس اللي فعلا تصابوا بالعين هما اللي باين عليهم الخير، اللي عندهم إنجازات واللي حياتهم فيها تغيير ونجاح ومجهود. أما التابعة ما كتورينا لا دار زوينة، لا سفر، لا ولاد فرحانين، لا لحظة نجاح. اللي كيبان في الفيديو هو الشكا والبكا والدراما واستعطاف الجالية بكل واقعية. ما عندها ما يبان باش تصاب بالعين، وإذا تصابت بشي حاجة راها غالبا من الضغط ديال التمثيل اليومي ومن الحياة فيها بزاف ديال التصنع واستحمار للمتابعين. اسمح لي نقولها بالصراحة وبالدارجة اللي كتوصل لبعضهم، راها ماشي العين اللي خرجت فيها، راه القباحة ديالها والنية السوداء والسم اللي كانت كتنفتو في هضرتها هو اللي خرج فيها. واش كتدور في الحومة، كتغوت، كتشكي، كتحرض، كتقلب الحق باطل وتبكي قدام الكاميرا وتسد من تحت لتحت وتقول خرجت فيا العين؟ شنو هاد الهبال؟ واش كتضحكي على راسك ولا علينا؟ راكي ماشي زوينة، ماشي ستايلة، ماشي متكفة، ماشي ناجحة، ما عندك لا محتوى لا نفع. شنو بغيتينا نحسدوك عليه؟ على الفيديوهات اللي كلها نواح، ولا الروتين ديالك اللي بعيد على الحشمة، ولا على البخل والوسخ والمعيشة اللي كتعيشيها وكتفرجينا فيها؟ اش كتقدمي باش يجبدوك الناس بالعين؟ الناس كتحسد في العز ماشي في القهرة والعيشة الكحلة. راه اللي خرج فيها هو وجهها الحقيقي اللي ما بقاش قادر يتخبى، وجه ديال التمثيل والتصنع، ديال السعاية الإعلامية، ديال الطمع في الجالية. وهاد الحبة راه ماشي علامة مرض، راه علامة فضيحة، علامة تقول حقيقتك بانت واللعب ديالك تحرق. نقولوها الله يشافي ويعافي، ولكن ماشي من قلب حاسد، ماشي لأننا شفنا فيها شي نعمة وقلنا واو، ولكن لأننا بشر وكنطلبوا السلامة حتى اللي درنا. الله يشافيها، ولكن يشافي معها القلب والنية واللسان. يشافيها من الكذوب، من التمثيل، من الحقد اللي في قلبها، ويشافيها من عقلية أنا مظلومة وانتم كلاب، ويشافيها من هاد الدور اللي لعباتو حتى تفرشت. الله يعافيها، ولكن يعافي المحتوى الخاوي، ويعافي المتابعين اللي باقيين كيدوروا معاها في دوامة الكوز الكاذب، ويعافيها من السم اللي كتنفتو كل ما على كاميرا. المرض الحقيقي ماشي الحبة، المرض هو ذات الفكر المسموم اللي خلاها تشوف في راسها ضحية، وهي السبب ديال كل المشاكل اللي ولات عايشة وسطها. الله يعافيه ويرد بها، حيت الشفاء بلا وعي ما هو إلا تأجيل للسقطة الجاية. اللي نخافوا عليها من العين ماشي اللي كل نهار خارجة كتنوح وتبكي، ولكن اللي ساكتة خدامة كتحشم وكترفع راس عائلاتها، بحال وصال هاديك اللي ما كتصورش راسها كدير روتين في الزناقي باش تشد البوز، ولا كتدور في إيكيا تقول ما عنديش باش نشري. وصال ما كتشكيش، ما كتحرضش، ما كتدخلش في المشاكل، كتخدم وكتقدم وكتخلي الناس يهضروا على أخلاقها بلا ما تفتح فمها. اللي نخافوا عليه من العين هو اللي رزقه حلال وحياته منظمة وعقله زوين، ماشي اللي حياته كلها فوضى وتمثيل على ظهر المتابعين. وصال كتقدم محتوى مفيد راقي محترم، ما كتقولش عطوني، ولكن كتعطي، كتنظم، كتشارك بالذوق، والناس كتشوف وكتقدر وكتقول ما شاء الله الله يحفظها. أما اللي في كل فيديو كتنوح وكتعطي مشاهد بكا ومرض ومعاطية، ما تخافوش عليها من العين، خافوا منها على المحتوى، على الذوق، على المستوى. والله يحفظ وصال لأنها تستحق التحية والدعاء. منين كتشوف التابعة كتحرك وتتكلم كتقول أش هاد الثقة، أش هاد الهبة، ولكن منين كتعرف القصة من الداخل
كتعرف أن داك الشي غير الثقة خاوية مبنية على الغرور ماشي على قيمة. كتخرج كتهضر كأنها شي وحدة فاهمة الدنيا وما فيها، كتحلل، كتنتقد، تكلاشي، وكتوزع الاتهامات يمين ويسار. شنو الإنجاز؟ شنو القيمة؟ شنو العطاء؟ والو، غير الهضرة الفارغة، البوز المصنوع، واحد النوع من التمثيل اللي ولا بايخ وباهت. والمشكل الكبير بعض المتابعين مطلعين ليها البعرة، كل ما تحركات تصفقوا، كل ما بكات قالوا الله يصبرك، كل ما شكات قالوا حنا معاك. راه هاد النوع ديال الدعم العشوائي هو اللي كيخلي بحالها يطلعوا فوق السطوح وهما ما فيهم ما يتشاف، كيعيشوا في الوهم وكيحسوا براسهم مظلومين وهما أكبر الظالمين، وما يقدروش يسمعوا كلمة حق لأنهم محاطين بالمتملقين والمنافقين كتعميهم على الواقع. الغرور ماشي أنك تكون ناجح ولا واصل، الغرور هو ملي تكون ما عندك لا قيمة مضافة لا محتوى مفيد، ومع ذلك كتحسب راسك فوق من الجميع وكدير فيها فاهم قوي ومظلوم، وانت في الحقيقة ما كتقدم والو. كتعيش على الوهم، على التصنع، وعلى التصفيق ديال بعض المتابعين اللي تايهين معاك في هاد المسرحية. أما الثقة بالنفس ما كتجيش من لسان طويل ولا من بوس خاوي، كتجي من الخدمة بصمت، من الاحترام اللي كتاخدو بلا ما تطلبو، من الوقار في الحضور، ومن تأثيرك الإيجابي على الناس. الثقة ماشي دير البوز وتقول أنا، ولكن تكون فعلا شخص يستاهل يحترموه. والمشكل الكبير هو المتابع اللي كيصفق لهذا النوع من الناس، اللي كيشوف التمثيل، الكذوب، التصنع، وكيقولوا واو هذا المتابع كيساهم في أن المحتوى الجيد يضيع، وكيشجع على الرداءة، وكيخلي ناس فارغين يطلعوا فوق بلا استحقاق. شوف واحد اللي الحباب فيها بسم الله. اي 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 هادو حنا كنسميوهم الكونشا الشمال، ولكن كاين اللي كيقول لها لي زويط. لا وحديتها الكونشا هادي، لا هادو ماشي لي زويط. ياك لي زويط كتجي بحال ديك بحال البيبو مدور بحال اللي كلينا في الصويره. صح كاين توحشنا الصويره والله العظيم. الكونشا كاينه غير في الشمال، كتمشي من الشمال للداخل. عندك الحق كتمشي من الشمال للداخل. لي زويط موجود، احسن لي زويط خلي كليناه هو في الصويره، هذيك الجو ديالها مبرد. يا سلام. ولكن حنا اول مره ندوقو ما كرهتيش شي قصعه عمره نديرو نقولوا القناه بغيتي شحال بالي. عجباتك جاتك انت دابا؟ هذه صراحه خصك يوجد لنا ويصير واحد الثانيه في الدار، نجيبوا شي 4 الكيلو ويوجد لنا واحد الثانيه في الدار. ها صافي انا سير على الله سير. انا القرقاع القرقاع واللوز شنو اخر؟ قرقاع واللوز واكاجو الله يحفظك يعطيك الصحه. انا القرقاع اللوز والله الا عملوا معاه عطونا بالضحك ساعه عملوا معاه بالصاع. القرقاع واللوز يا سلام. انا طراوه يلا بسم الله دوق ورد عليكم الاخبار. شوف 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 ضربوا لي على الصلم شوي. شوف 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 بونيتو من تحت بونيتو لتحت. هو هنا يا اخي عادي نشرملنا ياك هو ياك عيدنا شي هاد العام نعيدو بالحوت، حنا عيدنا بالحوت نلعبوا مع البحث والله ما ذبحنا. لا لا الحوت قال لك لينا